لو انا المره دي في الفلاش تانكي بتاعي هستخدم جروهي. طبعا جروهي الشاسيه بتاعه بيكون جاي متجمع وجاهز، فهيبقى جاهز على التركيب. بس برضو ناخد بالنا من شويه حاجات. اول حاجه عندك لازم تبقى مظبط المنسوب بتاعك اللي هو بالميزان الليزر، بقى هيبقى الشرب بتاعك تبقى مظبطه على متر. وهو اصلا الشاسيه بيكون فيه علامه كده ومكتوب عليها 1 متر من الجنب، فلازم ده يكون مظبوط فعلا على 1 متر. دي اهم حاجه بالنسبه لي المناسيب، فاحنا كده خلاص هنظبطها. تاني حاجة بقى طبعا ان انا بركب المحبس التغذية بتاعي بتاع الصندوق. ناخد بالنا بقى من ايه. طبعا هو بيكون لي 4 مخارج، حسب بقى انت هتركبه فين يعني. المهم عندي ان انا لما اجي اوصل اللي بتاعه تكون نص دايره، اللي هو بقى ما الاقيش اللي بتاعي متني، بحيث ان هو الميه تبقى بتخرج بصعوبه وهكذا. انا مش عايزاه يبقى متني. ناخد بالنا ان هو يكون نص دايره، ما يبقاش مزنوق، ما يبقاش ملوي وهكذا. فخلاص انت ظبطت اللي هو المحبس الدفن بتاعك، عملته ووصلته بالمواسير التغذية، وعرفنا المنسوب بتاعنا. طبعا دلوقتي هبدأ بقى اركب الشاسيه نفسه في الحيطة او في المكان يعني اللي انا عارفة هركب فيه الفلاش تانك. اهم حاجة بقى طبعا تظبط برضو اللي هو الوزنة الافقية والرأسية وهكذا. خد بالك انت طبعا بتثبت المواسير فوق، وانت بتثبتها سيب من الشاسيه للحيطه من 15 ل 17 سم، عشان المواسير اللي انا هركبها ورا الشاسيه وهكذا. واخد بالي من الوزنه بتاعتي اللي هو الافقي والراسي، لازم تكون مظبوطه بالظبط. وطبعا برضو هتستخدم ميزان الميه نفس الايديال ستاندرد. المهم ان انا بقى لو الدنيا مش مظبوطه بيبقى في المسامير بتقعد بقى تفكها تعملها وهكذا. واخد بالي بقى ان انا خلاص كده ركبت الشاسيه بتاعي. برضو نفس الكلام، بعد كده هنقفل بقى بالمونه، وبعد كده السيراميك، وفي الاخر خالص في التشطيب هبقى اعمل التويلت نفسه بتاعي. طيب، ناخد بالنا بقى من حاجه مهمه. انا ساعات بيكون في عندي تزويده كده في الاخر عشان المنسوب وهكذا. وزي ما قلنا ناخد بالنا اهم حاجه عندي المناسيب. طبعا انت بتكون حاسب لها من الاول، وكل المناسيب اللي انا بقولها دي من اللي هو من وش السيراميك. وبرده المسمارين هيبقوا 32 33 سم. وطبعا بيبقى فيه في المسامير اللي تحت بيبقى فيه اللي هو الداخلي، في كده اللي هو مسمارين من الداخل مسمارين من الخارج. احنا هنا في مصر بنستخدم اللي هو المسمارين من الداخل، وبيبقى في معاك ورده في المسامير اللي فوق وانت بتثبت وهكذا. المهم ان انت تكون واخد بالك من المناسيب والارتفاعات والمنسوب اللي هو ال1 متر اللي قلنا عليه.